في الشغل الناس مش بتفتكرك بكل حاجة بتعملها، الناس بتفتكرك بحاجة واحدة بس. الحاجة دي اسمها professional identity، يعني انت معروف بايه. مع الوقت كل شخص بيتبني له صورة ذهنية، ده شاطر في حل المشاكل، دي منظمة جدا، ده بيعرف يتعامل مع الناس ومع العملاء، ده شخص يعتمد عليه، وهكذا. يعني مثلا في فريق واحد في شخص بيشتغل كويس جدا بس ملوش بصمة واضحة، وشخص تاني أول ما اسمه يتقال يرتبط بحاجة معينة وبإنجازات معينة. مديرينك في الشغل بيفكروا مين بيطلب منه شغل أكتر، مين بيتوثق فيه أكتر، مين بيخلص الشغل أسرع، وهكذا. هويتك في الشغل مش بتتحدد بالصدفة، دي بتتبني عن طريق تكرار سلوك معين، تكرار طريقة شغل، الحاجات اللي انت بتركز عليها في شغلك وبتعرف توضحها كويس لمديرينك. يعني مش كفاية أبدا تكون كويس في كل حاجة، لازم تكون معروف بحاجة معينة، وهي دي البروفيشنال ايدنتيتي بتاعتك. افتكر ان الناس مش بتفتكرك بكل تاسك بتعملها، بتفتكرك بالحاجة المتميزة فيك، وهي دي البروفيشنال ايدنتيتي بتاعتك. قولي في الكومنتس لو حد اتكلم عنك في الشغل ايه اول حاجة هيفتكرك بيها.